سلام حبوباتي، سلام صديقاتي متتبعاتي الغاليات، مرحبا بكم مرة أخرى في مطبخ صرصورة. إن شاء الله اليوم راح ندير معكم معجون أسفرجل على طريقتي، وصفة ناجحة 100%. تقدروا تعتمدوها كمشروع، تقدروا ديروها غير لدياركم. المهم حبوباتي راح نعد لكم جميع تفاصيل نجاح معجون السفرجل، ويجيكم كما كنت تشوفوا اللون، الذوق، كل شيء، يعني صدقوني رائع جدا جدا. المهم حبوباتي نبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله، ويلا نبداو في تحضير الوصفة تاعنا. هنايا رايحين تشريو حبيباتي كمية من السفرجل. كما تعرفوا هو السعر تاعو شوية راهو زايد يعني. وشي هو النصيحة اللي نوجهها لكم كي تروحوا تشريو حبات، تخيروهم بالحبة، يكونوا حبات ملاح وجدد كما نقولوا. ما يكونوش مضروبين، باسكو كي يكون قديم ومضروب راكم تخسروا في لافير. هنايا رايحين تجيبوا تنقيوه بطريقه سهله بسيطه بهذا الموس تاع البطاطا، حتقشروه بكل اريحيه، يعني خير من الموس. هنايا حبوباتي تكملوا تقشروا الحبات تاعكم كامل بعد ما تكونوا غسلتوهم بكميه من الماء والخل مليح باللافات تاعكم. هنا شوفوا رايحين تجيو تقصوا الحبات تاعكم على 4. شوفوا هنا كما كنتم تشوفوا فيا رايحين نحيو هذوك العلف، راح نحطهم على جنب. دوكم بعد نديركم بهم وصفه واحده اخرى، راح نديركم بها وصفه واحده اخرى نشاركها معكم في الفيديوهات القادمه بحول الله. هنا بعد ما نقشر فيه ونحيلو اللب هذاك الدخلاني، لازم البنات تنحيولو هذاك القلب الدخلاني، باسكو راهو يجي يابس بزاف، وكي يطيب السفرجل تاعكم يجيكم القلب تاعو، يجيكم هذوك الطراف اليابسين. هنا شوفوا راح نجيبوا كميه من الماء، انا ما نزيدلو ني قارص ني والو. انا ماذا بيا يجيني السفرجل الاحمر، ما نديرش طول القارص في الماء هذاك، ونبدا نقي فيه بالطريقه هذه. هنا وش هو كي تقسموا الحبات لازمكم موس يكون ماضي مليح مليح. ولا خدموا البنات بالكيتار ثاني كي راح يعاونكم في الخدمه، باسكو راهو ماضي، يسهل عليكم عمليه القص تاع السفرجل تاعكم. هنا شوفوا كيما راكم تشوفوا فيا راني نقي فيه ونحتفظ بهذوك الحبات تاع البذور تاع السفرجل. كما تعرفوا باللي راهم فيهم كميه من البيكتين، حنحتفظ بهم ونشارك معاكم وصفه اخرى نعاود لكم في الهضره. المهم هنايا راح نجي نغسل السفرجل تاعي تحت العين مليح مليح، ونحطو يقطر في الكسكاس كما راكم تشوفوا فيا. تسمحنا اني غسلته المره الثانيه. هذه هي حبوباتي، دوك انا نكمل نغسله ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا يا حبوباتي بعد ما غسلت السفرجل تاعي راح نجي نقصه، كل وحده تقصوه هنايا كيما شتاتو بغات. تقدروا تقصوه قطع صغيره، تقدروا تقصوه قطع كبيره. المهم تقدروا تقصوه كيما نقولوا شرائح كيما بغيتوا. المهم البنات طريقه القصان ترجع لكل وحده كيفاش شتات الشكل تاع السفرجل تاعها النهائي. هنا انا قصيته دي كوب كيما كنتم تشوفوا، ما كبار ما صغار. خلاص كما تشوفوا فيا نكمل نقصهم بهذه الطريقه. هنا شوفوا بعد ما قصيت السفرجل تاعي، انا هنا شيت 4 كيلو سفرجل، خرج لي 2 كيلو تاع سفرجل منقي وصافي. كما كنت تشوف يا لازم ضروري انكم توزنوه، باش هكا تعرفوا تحكموا له القيس تاع الماء والسكر. هنايا انا كما قلت لكم جاني 4 كيلو سفرجل، كي نقيتو وزنتو خرج لي 2 كيلو تاع سفرجل، هذا مكان. هنا راح نجي نوزن البنات الماء راح ندير مادام لقيت السفرجل تاعي 2 كيلو، راح ندير له 2 كيلو تاع اطرتين تاع الماء، كما نقولوا 2 كيلو تاع ماء يعادل يعادل اطرتين تاع الماء. هنايا راح نحط هذيك كمية الماء، نحط فيها هذه كمية السفرجل تاعي، ونحط هذا المكونين يغليوا لي. هنا تقويو النار حتى يبداو يغليوا لكم. وشي هو ديروا في حاجه ميسعه كما كنتم تشوفون. هنايا راني حاولت بدلت نقصت من البرمه الكبيره ودرت في البرمه الصغيره. تبقاو البنات هنايا تخليوه يغلي لكم. وشي هو النصيحه اللي نوجهها لكم، ما تخليوش يطيب حتى يطيب لكم ويطيح كامل، لا كي يبدا يدخل له الطياب تجيبوا 2 كيلو تاع سكر. مادام درتو 2 كيلو تاع سكر، 2 كيلو تاع
الماء معناتها اطرتين تاع الماء. رايحين ديروا 2 كيلو تاع سكر. هذه هي القاعده البنات الدقيقه تاع كيفاه ديروا السكر، كيفاه ديروا الماء. راح نديروا كيما نقولوا راس براس. هذه هي راح تخليوه يغلي لكم هذا السفرجل تاعكم مع الماء والسكر بدون تحريك، يعني باش ما تحركوش وتبقاو تخلطوا فيه باش ما يتفتتش معاكم. وهنايا شوفوا كل خطره هو ويغلي نتوما راكم تنحيو في هذا الرغوه البيضاء اللي هي اللي حتخلي لكم السفرجل تاعكم يفزد، وثاني كي تطفيو عليه يبقى لكم هذاك الابيض من فوق يشوه لكم المنظر تاع السفرجل تاعكم، المعجون تاع السفرجل تاعكم. هنا بالنسبه للسكر حبيباتي هذه هي القاعده نتاع المعجون تاع السفرجل، باسكو راهو كي السفرجل يجي بحموضيه، مي كي ديروا معاجن واحد اخرين راكم السكر تنقصوا شويه. وهنايا حنقول لكم كيف تعرفوا القوام تاع العسل تاعكم اللي طاب فيه المعجون تاعكم. تسمى القوام تاع هذا السيرو لازم ما يكونش ثقيل. هنا كل مره هو يغلي على نار متوسطه، نتوما راكم تجيبوا تهزوا شويه بالمغرف وتخليوه يبرد لكم في هذيك السحنه. بعد ما يبرد لكم راح تشوفوا القوام تاع المعجون تاعكم هكا، راح تتحكموا في القوام. المهم كي يغلي لكم البنات تقريبا واحد ساعه حتى لساعه غير ربع هكا تحصلوا على السيرو ماهوش ثقيل. ديروا حسابكم ما ديروش ثقيل السيرو تاعكم. هذه هي بالنسبه للمعجون تاع السفرجل تاعنا حبوباتي. نتمنى نكون فتكم ولو القليل. وهنا بالنسبه لسعر البيع تاع الكيلو تاع معجون السفرجل راهم يبيعوا فيه البنات ب150 للكيلو. المهم نكون ان شاء الله استفدتوا من الفيديو تاع نهار اليوم. الى اللقاء.